اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا ريتنا كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. النهارده نعمله تتبيله فراخ حلوه قوي، طعمها بيبقى تحفه. هسمي الله وهخش في الفيديو. النهارده نعمله فراخ التكه، طعمها حلو قوي، مكونات بسيطه وتتبيلتها بتبقى تحفه. عندك عزومه او لاولادك تبقى حلوه قوي تعملها لهم واسمها تغيير في الاكل. اول حاجه معايا هنا فرخه، عاملاها كده فراشه، غسلاها كويس قوي ونقعاها في دقيق وميه وملح وليمون وسايباها في النقع شويه يعني، وغسلاها كويس ومصفياها. معايا هنا بصلايه كبيره، حط عليها حبه ملح. البصلايه دي يا جماعه يعني انا حطاها بقى لها 10 دقايق كده، حط عليها حبه ملح وسايباها عشان عايزه اخد بس الميه بتاعه البصل بس. معايا هنا البهارات: فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كزبره ناشفه، ملح، بابريكا، معلقه كبيره من البابريكا، يعني كله معلقه صغيره، البابريكا بس معلقه كبيره. معايا كده فصين توم مفرومين، معايا كاري هو بس ومعايا زباديه، يعني معلقتين زبادي كبيره. اول حاجه هنا بس في الفرخه، هحاول اي بايد حاجه هون عندك او حاجه، هحاول حاجه تقيله يعني، هحاول بس ايه افرد كده الفرخه بتاعتي. بس كده. اول حاجه بقى هنا هعمل فتحات كده من هنا في الفرخه كده، عشان ايه هدخل التتبيله جواها تبقى شاربه منها، الفراخ دي تبقى حلوه قوي. ولو عايزه بقى تعمليها وتبقى احلى واحلى، وتعمليها مثلا من بالليل، تتبليها وتخليها بقى تقعد في التتبيله دي فتره بقى كده، تبقى حلوه اكتر كمان. لو انت بقى تعمليها على طول تسيبيها ساعه او ساعتين في التتبيله، اقل من كده لا، عشان تشرب من ايه الحاجات اللي فيها. خلاص انا فتحت كده الفرخه بالسكينه من غير ما اشيل اي جلد فيها او اهريها. اول حاجه هنا بقى معايا طبق، هنزل بقى بالبهارات دي كلها كده، هنزل بالزباديه. طبعا الزبادي هنا مهمه لانها بتخلي لي الفراخ بتاعتي طريه كده يعني بتستوي بسرعه. انا عايزه هنا ميه البصل بس، هنا اهو. لو جه حاجات يعني بسيطه في ميه من البصل مش مشكله يعني، عادي. هنزل بقى بالبهارات كلها هنا. معايا هنا بقى ليمونتين كده، طبعا الليمون بيديها طعم حلو كده. وهنزل هنا بقى معلقتين كده خل، وهنزل كده بالزيت، هنزل كده ب3 معالق زيت كبار. بس هي التتبيله دي كده تعالي. هقلب بقى الحاجات دي كلها كده مع بعض. هنزل بقى بالحاجات دي كلها كده على الفرخه، واحاول بقى ادخلها كده كلها كده فيها. الفرخه دي بقى لو عندك عزومه تبقى حلوه قوي في العزومات لاولادك، بدل ما تشتريها من بره وبتبقى غاليه قوي، اعملها لهم في البيت، مش هتاخد منك وقت ولا اي حاجه، وهتبقى طبعا حلوه قوي ونضيفه طبعا وارخص. هدخل بقى كده اشرب الفرخه كلها كده. هنا برضو كده هفتح الفرخه من هنا، هنا بقى هزود لها حبه بابريكا تاني عشان تديني اللون الاحمر ده. يعني في البابريكا لو لقيتيها شويه كده حاولي تزوديها، تديها لون حلو قوي. خلاص كده انا دبلت بقى الفرخه بتاعتي، هسيبها بقى كده ساعة او ساعتين في التتبيلة، وهنرجعوا بقى ايه عشان نحطها في الفرن. خلاص كده حبايبي، انا قعدت ساعتين في التلاجة،
طبعا نسيت اقول لكم حطيت رشه قرفه صغيره، رشه صغيره خالص من القرفه مع البهارات. طبعا انت لو عندك شبكه اللي تتفتح وتتقفل تبقى حلوه قوي برضو، بتحطيها فيها وتقفليها وتحطي صينيه تحتيها عشان ما تبهدلكيش الفرن. لو ما عندكيش في صينيه عاديه زي دي بتدهنيها زيت او اي صاج وهتدخليها الفرن. اول حاجه هتدخليها على درجه كده في حدود 220 كده 225، وبعد نص ساعة كده بتوطي الفرن شوية، هي بتقعد ساعة كده في الفرن. هدخلها الفرن وارجع لكم. بس يا حبايبي كده الفراخ طلعت من الفرن تحفة. جربي بقى الفراخ دي هتعجبك قوي. لو انت عايزة تعملي لها فحم او حاجة اعملي لها، بس انا بالنسبة لي كده حلوة قوي. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش باللايك، لو انت جديدة تنوريني وتشتركي في القناة عشان القناة تكبر ليكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.